السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم مقرمشات الافران او شيبس الافران زي ما بيقول عليها. هعملها معاكم بطريقه بسيطه جدا وسهله، وان شاء الله مقاديرها كلها موجوده عندكم في البيت. هتشوفوا كمان هنطلعها ازاي باللون الجميل ده، وازاي بالقرمشه الحلوه دي. كمان تقدروا بقى ان انتوا تاكلوها كده جنب كوبايه شاي، تاكلوها مع جبنه. بجد طعمها تحفه، وان شاء الله هيعجبكم قوي. كمان من كوبايتين ونص دقيق هنقدر نعمل حوالي كيلو من شيبس الافران، فدي حاجه حلوه جدا. تعالوا بقى نشوف المقادير، بس الاول ما تنسوش اللايك. يلا انزلوا اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس. هنقول بقى بسم الله. واول حاجه معايا كوبايتين ونص من الدقيق. كمان معايا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من صلصه الطماطم، صلصه معلبه، ومعلقه صغيره من السكر، وتلت كوبايه زيت. طبعا تقدروا تستغنوا عن الكركم والبابريكا والكمون كمان لو مش حابينه، بس هو بيدي طعم حلو قوي. الكمون بيدي طعم تحفة، فممكن تستغنوا عنه لو انتوا مش حابينه. ممكن تستخدموا صلصة بس، او تستخدموا بابريكا وكركم بس. فيعني ده اختياري براحتكم خالص، هو ده لون ونكهة. بس عشان يديكوا لون حلو انصحكم بالكركم والبابريكا، بيدوا لون تحفة. معايا بقى مية فترة كده، وهبدأ ان انا اعجن بيها العجينة بتاعتي. معايا حوالي كوباية، واستخدمت منها يعني نص كوباية ومعلقتين كمان كده. طبعا انتوا عارفين كل نوع دي بيختلف عن التاني، فخلي جنبيكوا كده كوباية مية فترة، وابدأوا ان انتوا عجنوا بيها. وهسيبها ترتاح حوالي كده ربع ساعة، وبعد كده هنبدأ نكورها. وممكن على فكرة تكوروها الأول قبل ما تسيبوها ترتاح. انا عملت حوالي 8 كور علشان تطلع معاكي كده المثلث بتاع الشيبسي جميل كده ومش كبير، يعني زي ما بنجيبه كده من المخابز. ف يعني حاولوا تخلوها كور مش كبيرة قوي، عشان ما تغلبكوش كمان في الفرد وتقطيع المثلثات، تبقى شكلها منسق وحلو. رشيت رشة دي بسيطة كده، وهبدأ ان انا بقى افردها. عايزينها تكون رفيعة على قد ما تقدروا، ده بالاربع تربع، عشان يطلع معايا المثلث بالشكل ده. الحجم ده مناسب جدا، والسمك ده كمان مناسب جدا، فحاولوا تظبطوها على كده، هيطلع معاكم مظبوط. معايا بقى الصاج بتاعي، انا حاطه فيه ورقه من الزبده ودهنته كده، مسحته بالزيت مسحه بسيطه. او صينيه، اي صينيه عندكم عادي بتدخلوها الفرن وتحطوا فيها زيت وبس كده. طبعا انا شغلت الفرن قبل، يعني اول ما بدات اشتغل كده، على درجه حراره 160 علشان يسخن معايا. واول ما هبدا بقى ان انا احطها في الفرن هشغل المروحه. يفضل طبعا لو في مروحة في الفرن يبقى تشغلوا المروحة، هيكون افضل كتير. هوريكم كمان واحدة تانية. وده بعد ما خلصتهم. معايا بقى هنا بيضاية، وحطيت عليها رشة بسيطة من الفانيليا. وهبدأ بقى ان انا ادهن بيها كده الوش، عشان لما احط السمسم والجبنة يلزقوا فيها ما يقعوش. طبعا لو في ناس ما بتحبش البيض، ممكن لو عندكم لبن بودر وكمان ربع كوباية كده من اللبن، ودوبوها فيها ودهنوا برضو بيها. بس هو عامة لما بتحطوا على البيض فانيليا، ما بيضيع الريحة خالص، ما بيكونش فيه اي ريحة. هندهنه بالشكل ده كده. هنحط بقى عندكم كمون حصى هيبقى حلو جدا، سمسم، حبة بركة، كمان جبنة، وهعملها كمان معاكم بالجبنة الرومي والزعتر. فيعني بتبقى بجد طعمها حلو وريحتها كمان حلوة جدا.
دي الجبنة الرومي، بتكون مقطعة كده صغير، يعني مبشورة ناعم، ولو فيها قطع كده بسيطة برضو بتكون حلوة قوي، بتبقى شبه بالظبط اللي بنشتريها. هضيف كمان حبة البركة. طبعا انتوا عارفين قد ايه حبة البركة مفيدة جدا، وكمان طعمها بيكون حلو قوي في المعجنات، فحاولوا كده ان انتوا تكتروا منها كتير. كمان انا عملتها معاكم في بسكوت اليانسون، حطيتها جوه البسكوت، فلو في حد مش بيحبها خصوصا ولادكم مش هيحسوا بيها خالص، بس هيستفادوا من الفايدة بتاعتها. هحط كمان سمسم. ده سمسم مش متحمص، طالما هتدخلوه الفرن وهيكون باين كده فخلوه مش متحمص علشان ما يتحرقش معاكم. كمان معايا صينية تانية كده برضو دهنتها بالبيض، وهنا بقى هضيف زعتر مع الجبنة رومي. عايزة اقول لكم الميكس ده بيكون طعمه حلو جدا، حتى انا زودت منه شوية. طعمه جميل جدا، هيعجبكم قوي، خصوصا الناس اللي بتحب الزعتر متأكدة ان هم هيحبوها قوي. طبعا انا شغلت الفرن بقى على درجة حرارة 160 زي ما قلت لكم، وهنبدأ ان احنا ندخلها، مش هتكمل معاكم اكتر من 12 دقيقة. ما تشغلوش الشواية عليها، يعني خلوا الفرن بس، ولو في مروحة شغلوها، وهيطلع معاكم بالشكل الجميل ده. حاولوا بس ان انتوا ما تسيبوهوش عشان ما يتحرقش وياخد لون زيادة عن كده. هو اللون ده مناسب جدا وطعمه حلو، لان لو خد زيادة عن كده ممكن شوية يمرر. شفتوا قد ايه بقى الوصفة بسيطة وسهلة. كمان عايزة اوريهولكوا بقى كده شكله عامل ازاي، وعايزة اوريكوا السوا بتاعه من الظهر بتاعه. بصوا عامل ازاي، خفيف كده ومقرمش ولذيذ، وبعدين مش ناشف على السنان، يعني مش اللي هو مقرمش فيوجع السنان، لا خالص، يعني بيتكسر كده بسهولة، وطعمه حلو قوي مع كوباية شاي بقى كده، يعني حاجة تحفة. الحلو كمان ان احنا برضو وفرنا، يعني من كوبايتين ونص دقيق عملنا حوالي كيلو، فدي اكيد توفيرة حلوة، لان كمان انتوا عارفين سعره بره ايه، فاكيد طبعا فيها توفيرة حلوة. فيا رب بقى كده تكون الفيديو عجبكم، وتجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، وان شاء الله كل المقادير هتلاقوها في البيت، يعني جربوها كده بقى على طول. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب لو لسه ما عملتوليش، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا الفيديوهات بتاعتي الجديدة، واهم حاجة اللايك عشان ده اللي بيرفع الفيديو. شكرا جدا لمتابعتكم.